منى زكي تكشف عن اكتئابها ل5 سنوات بسبب مشهد. لم تستطع الفنانة المصرية منى زكي أن تمسك دموعها أثناء ندوة فنية أقيمت لها ضمن فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، حيث كشفت عن تفاصيل تعرضها للهجوم والانتقاد من الجمهور، والذي أدخلها في حالة اكتئاب حاد استمر معها ل5 سنوات. ولم تكشف منى زكي عن العمل أو المشهد الذي كان سببا في كل هذا الهجوم، إلا أن أحد الأصدقاء المقربين منها كشف في تصريح أن حالة الاكتئاب التي دخلت فيها كان بعد فيلم أصحاب ولا أعز، والذي كان من بين أحداثه مشهد قدمته منى زكي وتسبب في استياء الجمهور، حتى أن آلاف وجهوا لها انتقادات هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، وطلبوا منه وقتها أن يحكم عليها بالاعتزال. وأضاف المصدر أن الذي أحزن منى وقتها هو الموقف الحرج الذي تسببت فيه لزوجها، بالرغم من أنه لا علاقة له بالأمر سوى أنه زوجها، لذلك ظلت لفترة طويلة تبكي بشكل متواصل، ثم تطور الأمر ووصل إلى حالة من الانهيار ثم الاكتئاب. وأوضح المصدر أنه خلال تلك الفترة ذهبت منى زكي إلى أكثر من طبيب نفسي لمتابعة حالتها، وأخبرها أحد الأطباء بأنه لن يستطيع مساعدتها سوى أفراد أسرتها وأصدقائها، وهذا ما حدث بالفعل. وقالت منى زكي خلال ندوة مهرجان البحرين السينمائي أن زوجها الفنان أحمد حلمي وأولادها ساعدوها لتخطي تلك الانكسارات أو الضياع على حد تعبيرها. وأضافت قائلة: من نعم ربنا وجودهم في حياتي، هما بيحسسوني اني في دنيا تانية واهداف تانية في الحياة غير شغلي اللي هو مهم جدا بالنسبة لي. شغلي علمني ان لحظات بكون فيها فوق في السما وبعدها بتنزلني للبدروم. وحرصت منى زكي على توجيه رسالة لزمائلها في الوسط الفني قائلة: بشكر كل زمايلي الفنانين اللي وقفوا جنبي في اللحظات الصعبة اللي مريت بيها، شكرا مليون مرة. يذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى زكي السينمائية هو فيلم رحلة 404 الذي لاقى نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته الفنان محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، عارفة عبد الرسول، نورة شعيشة، سما إبراهيم، محمد علاء، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني